السلام عليكم الأحباب، ومرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم قناة بن الداري مع فيديو جديد ووصفة جديدة كما عودتكم مع جديد ديما إن شاء الله. وبغيت نرحب بالمشتركين الجداد اللي جاو نقول لكم مرحبا بكم معنا، واللي مازال ما دير اشتراك يدير اشتراك ويفعل الجرس ليصلكم كل جديد. يلا بينا نبداو في الوصفة على بركة الله. وصفة جد ناجحة 100% وتجي بنينة كيما تاع المطاعم. شباب نقول لكم بلي تتبعوا الوصفة خطوة بخطوة، يعني تكملوا الفيديو ما تخلوا حتى حاجة تروح لكم. هنايا بالنسبة للمكونات، أول حاجة عندك الأجنحة. هنايا كنت شريت كيلو تاع الأجنحة وعلاه ننصحكم بهاد الطريقة تاع البيت، على خاطر تجيكم كونتيتي، يعني تاكلي وتوكلي وتشبعوهم ويجوا بنان. بهذه الطريقة اللي غادي نعطيها لكم تجي كيفها كي تاع المطاعم. شفتي نفس الشيء نفس الشيء، ما كانش يعني فرق. جربيها وحقا تجي كي تاع المطاعم، يعني ناجحة 100%. كما راكم تشوفوا، الحاجة الأولى هي أنكم تكونوا غسلتوا الأجنحة تاعكم، غسلتوهم غاية يعني غسلوهم، نطفوهم، قلعوا لهم ما كان لقيتوا فيهم شويه ريش ولا، يعني نطفوهم كما احنا نقولوا على يد الشرع. وتروحوا تبدو تقطعوا. الحاجه الاولى نوصيكم عليها هذاك الطفر ولا ما على باليش كيفاش سموه، اللي تقلعوه اللي قلعتها معكم الاولى، هذاك ينقاس، يعني هذاك ترموه. هذاك ماشي غير في هذه الوصفه، في كاع الوصفات في تنظيف الدجاج تاعكم هذاك ينقاس. ومن بعد تقطعوا الجناح تاعكم كما راكم تشوفوا على زوج كما راني نقطعها معكم، وتفتحوه ولا تحلوه في الوسط كما راكم تشوفوا، باش كي نتبلوه من بعد نديروه في التتبيله تاعه يتشرب غايه هذاك الجناح، يعني يتشرب لك غايه هذيك التتبيله تدخل له بالداخل ويمد لك هذاك الذوق تاع التتبيله تاعك. تكملوا كاع الاجنحه تاعكم كما انا راني ندير كيما هكا. تكملوا كاع تقطعوهم وتحلوهم في الوسط، وفي الاخر تتحصلوا كيما هكا على هاد النتيجه. ديروهم في بول كبير. وهنايا نبدو بالمكونات. الحاجه الاولى ديري 2 كيسان تاع البن. البن اذا كان عندك ثقيل بزاف رايب، يعني خفيه بالماء، تقدري تخفيه بالماء. والحاجه الزوجه تزيدوا مغرف كبيره كما راكي تشوفي حبيبتي تاع هريسه. المقادير دوهم مضبوطه كيما راني ندير، يعني ديروا، ما تزيدي ما تنقصي. اذا بغيتيهم يجوك كيما قلت لك كيما تاع المطاعم ما كانش فرق. وبعد ما زدت المغرف تاع الهريسه، زدت مغرف كبيره كذلك تاع الملح، وهنايا مغرف صغيره تاع الثوم مرحي، وتزيدي مغرف اخرى تاع، يعني مغرف صغيره ممسوحه ماشي تعمريها بزاف تاع ثوم مرحي، ومغرف صغيره كذلك اخرى تاع بصل مرحي، ومغرف صغيره كذلك كما توجور ممسوحه تاع فلفل اسود. ونزيدو مغرف صغيره كذلك هنايا عمريها تاع بابريكا مدخنه. هاد التتبيله ماذا بيا ما تغيروا حتى حاجه فيها، على خاطر هذه الصح. هذه غادي يباتوا فيها الاجنحه ليله كامله كيما راكم تشوفوا. تبدو تخلطوا كيما هكا، ومادام راكي تخلطي كي شغل احنا نقولوا ضغطي عليهم باش تدخلي غايه هذيك لا مارينات تاعك في الاجنحه، يعني ضغطي عليهم كيما راكم تشوفوا انا كي راني ندير.
ومن بعد نغطوا عليها ونخلوها كما قلت لكم في الثلاجة ليلة كاملة. ومن جهة واحدة أخرى نروحو دروك نخدمو الخلطة الجافة، يعني اللي غادي نرمدو فيها الأجنحة تاعنا باش نقلوهم. الحاجة الأولى كما راكم تشوفوا، ديري نصف كأس تاع لا مايزينا ونصف كأس تاع الفرينة، تخلطيهم مع بعض وتزيدي عليهم التوابل اللي غادي نصنفهم لكم دروك. الحاجة الأولى عندك مغرف صغيرة تاع الفلفل الأسود. كيف حنايا رانا نخدمو في اوت وينغز ويجو حارين، يعني الفلفل راه على راسه في هاد الوصفه. تزيدي عليهم مغرف صغيره واحده اخرى تاع السسافين تاع الفلفله الحمراء الحاره، حنا نقولوا السسافين ولا الجويه الحمراء. وتزيدي عليهم نصف مغرف صغيره تاع الثوم مرحي اللي كنا درناه تاني في التتبيله الاولى. وتزيدي عليهم مغرف صغيره معمره غايه تاع البابريكا تاع النورمال تاع الفلفله الحمراء الحلوه العاديه. وتزيدي عليهم ربع مغرفه صغيره كيما هكا تاع البيكربونات علاه نديروها حبيبتي؟ بيكربونات الصوديوم، تمد لنا هذوك الفقاعات كي نقلوهم في الشكل تاعهم، شفت فيهم دوك الفقاعات هذيك بسبب البيكربونات اللي درناها. وهنايا بعد ما خليناه يبات يباتوا ليله كامله في التتبيله. شوفوا كيفاش تشرب، الله الله. وعلاه نخلوهم يباتوا؟ كل ما تعطيه الوقت الاجنحه تاعو، كل ما تعطيهم الوقت في التتبيله هذه، كل ما يجوا بنان بزاف بزاف. يعني كل دقيقه تزيد لك بنه، كل دقيقه تزيد لك في البنه. وهنايا بعد ما خرجناهم من التتبيله تاعهم، يعني تبدي تخرجي بالواحد ولا ماكسيموم بثلاثه، وتبدي تحطيهم في هذاك الخليط الجاف اللي وجدناه، وتخليهم على جيه، وتكوني دايره الزيت تاعك يحمى، ما تخليهش ينحرق، يعني يحمى على النار. وكاينه حاجه هنايا نقولها لك حبيبتي، كي تقليهم غادي تقليهم مرتين. يعني المره الاولى كي يصفاروا كي يمدوا هذاك اللون المصفر اقلعيهم، والمره في المره الاولى يعني ما تزيدي لهمش بزاف، مثلا ديريهم على 60 درجه. ديريهم كيما حنا نقولوا في الكانون هذاك المتوسط، واقليهم عليه وخليهم يدوا هذوك اللون المصفر، اقلعيهم ومن بعد ديريهم في الكانون هذاك الكبير يعني، وزيدي لهم ورميهم مره اخرى وخليهم يتحمروا غايه كي يمدوا لك هذاك اللون المحمر صاي تما قلعيهم. وصدقوني والله العظيم غير غير يجوكم كيما تاع المطاعم، نفس الشيء دون يعني فرق، ولا في البنة ولا في الشكل، نفس الشيء كما شفتوا. و... وعلاه قلت لكم نقلوهم مرتين باش يمدوا لكم هذيك القرمشه، ديك البنه تاع القرمشه اللي نشوفوها في المطاعم، نفس الشيء كما قلت لك. وهنايا كما راكم تشوفوا في المقله، عوميهم يعني في الزيت، ما تخليش نص باين ونص دارك. ديري كميه مختبره تاع الزيت باش تقليهم. وما بقى عليا غير نقول لكم ان شاء الله تجربوا الوصفه وتردوا لي رايكم في التعليقات، اللي نقرا كاع التعليقات تاعكم. وفي الاخر شوفوا لي الله الله الشكل تاعهم كي راه يشهي، وتقدميهم مع لي فريت ولا كيما تبغي. وما بقى عليا غير نقول لكم بصحتكم بالوصفه، نتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله.